تفاصيل مهمة جدا في قضية مذبحة 6 أكتوبر، حيث تعرضت زوجة للقتل على يد زوجها في إحدى أسواق مدينة 6 أكتوبر في نهار رمضان على مرأى ومسمع من الجميع. الأم ضحت بنفسها من أجل الحفاظ على أولادها، وأخو المجني عليها وردة فعله بعد ما علم بما حدث لأخته على يد زوجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة. وكالعادة ولا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنخش في حلقتنا المثيرة للجدل وهنتكلم عن أهم التفاصيل اللي قدرنا نوصل لها في قضية مقتل سيدة على يد زوجها في مدينة 6 أكتوبر. كل الحكاية وما فيها ان القتيلة كانت متجوزة قبل ما تتجوز القاتل. طب ايه المشكلة؟ ما هو القاتل عارف ان هي كانت متجوزة قبل منه. هقول لحضرتك ان المشكلة ان القاتل بعد فترة من الزواج بدأ انه يرفض تواجد الاطفال. ما هي كانت الزوجة مأنجبة اطفال من زوجها الاولاني، وبدأ انه هو يساومها على اولادها. لازم تتخلي عن ولادك، لازم الاولاد دول يمشوا من البيت، انا مش هصرف على عيال غيري، انا مش هربي ولاد غيري، يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ارضك. وده اللي كانت رفضاه الزوجة، وكانت متمسكة وبشدة باولادها. فبدأ الزوج انه يساوم الزوجة على اولادها، اما ان تبقى على ذمته واما ان يطلقها. طب ايه الحكاية؟ الحكاية ان الزوج قال لها يا انا يا الولاد، يا الولاد، يا تسيبي ولادك وتفضلي على ذمتي ونعيش عيشة سعيدة وحياة سعيدة، وإما تتمسكي بأولادك وفي الوقت ده ملكيش وجود في حياتي وهطلقك. طب ما فيش مشكلة يا عم أفندينا، ما الراجل كده عداه العيب، الراجل مش عايز ولاد زوجها الاولاني وهنا اختار انه يخرج بالمعروف. هقول لحضرتك ما هو ما خرجش بالمعروف، ما هو بعد ما طلقها من شهرين بالتحديد بدأت المشادات القوية وبدأت الخلافات العظيمة وبدأت المشاكل القوية ما بين القاتل والقتيلة. انت اخترت ولادك على حسابي، فين كرامتي؟ انا ضحيت واتجوزتك وانت عندك اولاد، انت بعتيني عشان خاطر الاولاد. وطبعا الام كانت متمسكة باولادها لحد يوم تنفيذ القاتل لجريمته. حدثت مشادة قوية ما بين القاتل والقتيلة، وهنا بدأت القتيلة انها تهرب منه وتجري عشان تحتميه بالمرة، فدخلت احدى الاسواق. لكن الزوج كان طار عقله وطار جنونه، وبدأ انه ياخد سكينة ويجري وراها، وبالفعل نحرها وبدأ انه يطعن فيها عدة طعنات ادت الى انها فقدت روحها، ذهبت الى خليقها، خلاص ماتت. طب ايه اللي حصل بعد وفاتها؟ ما انت قلت ان في احداث كتير. هقول لحضرتك ان بعد وفاتها اخو المجني عليها علم بالموضوع، فبدأ هو راخر انه يروح يعمل خناقة كبيرة مع زوج اخته اللي قتلها. وبالفعل حصلت مشاجرة قوية ما بين الاتنين اثر عليها ان الاتنين اتصابوا باصابات بالغة، وتم القبض على الجاني. ويعني الناس قدمت للشرطة الفيديو اللي اتصور اللي مدته 70 ثانية عشان الشرطة تحتفظ بالفيديو وعشان يكون دليل قاطع ان الجاني هو اللي نفذ جريمته. طب ايه اللي هيحصل في الفترة الجاية؟ اللي هيحصل في الفترة الجاية ان احنا هنتابع القضية خطوة بخطوة، وهنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة لكشف الحقيقة كاملة في قضية مذبحة 6 أكتوبر. ما هو الموضوع ده ما ينفعش يعدي ولا يمر مرور الكرام. لما الزوج يقتل زوجته عشان حاولت ان هي تحتفظ بأبنائها، يبقى هنا الموضوع خطير، ووجب علينا ان احنا نبين الحقيقة. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم
ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك عشان نقدر صوتنا يوصل للجميع. واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة افندينا ترند.